على الباطل اللي هو معاوية بن أبي سفيان، وهذا ما ينقال عن خليفة من خلفاء المسلمين. نعم. صح يا لا عفوا، ممكن تسمعني يا أخي؟ أنت قلت مع الباطل، أنت مع الباطل. معاوية بن أبي سفيان مو مع الباطل. هذا يا أستاذ ممكن لحظة يا أخي الدكتور، ممكن لحظة أرد عليك؟ أنا أحترمك وأقدرك وأجلك، بس احترامك ما يكون على حساب واحد من أئمة المسلمين. طيب ممكن ابو عبد الوهاب، استمعني يا ابو عبد الوهاب. ابو عبد الوهاب اطلب خلينا ننتظر. ابو عبد الوهاب انتظر يا اخي، اسمع لو سمحت ابو عبد الوهاب لو سمحت. انا والله العظيم راح اخليك لو للساعه واحده بس لحظه. انت بالنسبه انت داق عشان توضح امر مهم. اخذ رايه ومن ثم علق على رايه. خليك اسمع كلامي. طيب خليك وياي. تفضل يا استاذ. ممكن تسمع كلامي؟ ايه ممكن تسمع كلامي؟ ممكن تسمع ردي اذا سمحت لي يا ابو عبد الرحمن. ممكن اتكلم كلمه واحده بس؟ لا انا برد عليك وبعدين نتكلم يا اذا سمحت لي يا اخي. نعم تفضل. عشان نسمع البعض. احنا لازم نفهم بعض يا اخي. هو احيانا في سوء فهم. يمكن كلامك صح انت، خلينا نقول رايي، يمكن تعطيني راي انت احسن. يا استاذ ابو عبد الوهاب تسمعني؟ يسمعك. اسمعك. يمكن تعطيني راي استفيد منك انا. قول رايك يا اخي. سيدنا الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ورضى الله عنه، وعسى الله يحشرنا حد ومعاه ان شاء الله. زين ممكن تسمع بس. خلني اقول لان هذه قضيه دينيه. انا قاعد اتكلم عشان توضيح فيها، عشان اوضح لك يا ابو عبد الوهاب. بعدين هذه عقيدتي، انا ما اقبل ان احد، هذه عقيدتي انا اقول لك عنها، مو تقول لي فلان انا اعلمك. سيدنا الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه وارضاه، هو امام المسلمين ببيعة شرعية، وكل الصحابة كانوا معه. سيدنا الإمام علي بن أبي طالب، احنا ما نبي نخوض بالأيام الفتنة، ولكن خرج عليه سيدنا معاوية بن أبي سفيان، فالحق يا أخي خرج عليه. بالباطل يا دكتور. اسمع أنت تسمعني الحين. ما ممكن تسمعني يا أخي. أقول لك سيدنا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه خرج عليه سيدنا معاوية. أنا ما قلت في سيدنا معاوية شيء، يقولون نعم فيه. أنا أحب سيدنا معاوية لكن أحب سيدنا علي قبله. اسمع ممكن تسمعني عشان أعلمك القصة يا أخي. هذه قضية دينية. تبي أشرح لك ولا لا؟ أنت عالم بالشريعة يا أخي. لا أبو عبد الوهاب قضية دينية. أنا بعلمك، هذه عقيدتي. أنا أعلمك عقيدتي. تفضل. هذه عقيدتي يا أخي. أقول لك على العقيدة. هذه عقيدتي أن سيدنا الإمام علي بن أبي طالب هو على الحق. وسيدنا معاوية بن أبي سفيان جانب الحق وجانب الصواب، وخرج على الإمام الحق بغير حق باجتهاد منه. قد يعذر في اجتهاده ولكن هو أخطأ. الحق مع سيدنا علي أجل مو على باطل. يحارب سيدنا علي مو على باطل. جانب على الصواب. أنا ما أقول لك هذول ما قلت أنا قاعد أقول لك على الحق مع يا أخي. هذه عقيدة يا أخي. هذه عقيدة يا أخي. أنا مع سيدنا علي بن أبي طالب وكل المسلمين. سيدنا علي بن أبي طالب هو إمام الأمة. سيدنا علي أخذ بالبيعة الشرعية يا أخي. سيدنا معاوية بن أبي سفيان خرج على الإمام الحق بغير حق باجتهاد منه. العلماء يقولون اجتهد. كلمة واحدة خلت لكن الحق مع سيدنا علي بن أبي طالب. الحق يدور معه حيث دار. سيدنا علي بن أبي طالب على الحق. نعم أستاذ مانع. هذه قضية يا أخي عقيدتي، ما لها علاقة بالشيعة. هذه علاقة لي أنا. أستاذ مانع. تفضل أبو عبد الوهاب. وضح. هل نحن أفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت مو فاهمني يا أخي. هل يبشر رجل يا أخي أنت دخلت موضوع ثاني. أنت هذا مو فاهمه. لا أنت تقول أنت الحين أنا شيعي يا أخي. اللي يحاربني طائفيا. أنا سني يا أخي. هذه عقيدتي السنية. روح اسأل علمائك يا أخي. عندك إمام مسجد روح اسأله يا أخي. هذه عقيدة يا أخي. أنا أؤمن بأن الحق مع سيدنا علي بن أبي طالب يا أخي. هذا جزء من عقيدتي. أغير عقيدتي أنا. الحق مو مع علي مو معاوية يا أخي. لا تدخلنا بالقضية يا أخي. ما أختلف. أنا مع سيدنا علي بن أبي طالب يا أخي. هذه عقيدة. ما تدش بعقيدتي يا أخي. احنا ابناء السنة والجماعة ما عندنا علامة يا أخي. روح اسأل أنت. روح اسأل علماء المسجد يعلمونك. روح اسألك شيخ مسجد. الله يرحم والديك يا أخي. هذه عقيدة يا أخي. سيدنا علي بن أبي طالب على الحق وأهل السنة يقولون ذلك. خلينا نفعك هالكلام يا أخي. هذه عقيدة يا أخي. سيدنا علي بن أبي طالب على الحق وأهل السنة يقولون ذلك. خلينا نفعك هالكلام يا أخي. هذه عقيدة يا أخي. سيدنا علي بن أبي طالب على الحق وأهل السنة يقولون ذلك. خلينا نفعك هالكلام. شوف يعني طرح شوف. نعم أبو عبد ليه عندكم دولة أنتم؟ لا لو سمحت تغير عقيدتي أنا عشان الأخ عبد الوهاب. والله ناس غريبة يا أخي. عقيدتي غيرها. نعم غير سالفة. كل واحد يمشي على رأيه. هذه عقيدتي أنا يا أخي. عقيدتي أن سيدنا علي بن أبي طالب على الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدور مع الحق حيث دار.
وعقيدتي هذه عقيدة السلف. سيدنا معاوية الإنسان مخطئ والناس قاعد تقول هالشكل، اجتهد وأخطأ يا أخي. شنو هذا مع معاوية؟ مؤدب أنا مع سيدنا معاوية، أقول سيدنا معاوية ما قلت شيء أنا، ولا أنكر صحابي إنه صحابي، لكن سيدنا علي بن أبي طالب هو أولى يا أخي. العالم هذا فيها شيء يا أخي. نعم. هذا بيثبت انك انت مو وش اسمه، هذا عقيده يا اخي. بعدين اللي يسال يا اخي يسال يفهم، ما يسال ما يعرف الدين ولا يعرف شيء. وما قلت انا، هي شاهدت فيها انا. يا رجل اتهم الحين حط شيعي خلاص عشان انا احب علي، يا اخي احب علي انا واحب ال البيت، واللي ما يرضى لا يرضى. غصبا عليك ما احبهم انا واحب الصحابه. نعم. واللي ما يرضى لا يرضى. نعم. طيب ما نعم. انا احب علي واحب ال البيت واحب سيدنا الامام جعفر الصادق، واللي ما يرضى لا يرضى. والله لا يرضى ولا بيك ترضى. انا مو احب اهل البيت، انا اتبارك فيهم، انا اتقرب الى الله بحبهم، انا اتقرب الله. يقول لك شنو؟ لو عد يوم القيامه انا اواجه ربي اقول انا احب اهل البيت، وانت يا ابو عبد الوهاب روح قول حب اللي تحب. يا اخي دشوا بالعقيده يا اخي. انا احب اهل البيت صرت شيعي؟ كل مسلم لازم يحب اهل البيت. هذه عقيدتي، شلون اسوي؟ انا اغير عقيدتي؟ انا انسان احب اهل البيت، وان كنت اعتز بالائمه الاعلام الذين رفع عنهم الملام، مالك واحمد وابي حنيفه والشافعي، القائل يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاته، اللهم صل على محمد وآل محمد. شنو القصة هذه؟ أنا أحب آل البيت وأتبارك في آل البيت وأحب الصحابة، وأنت ايش فيكم؟ فيكم بلاء. بيعلمني العقيدة هذه عبد الوهاب. نعم يعني اكيد يعني وجه الاخ ابو عبد الوهاب يروح يسال شيخ دين يا اخي. انا اقول يروح يسال شيخ فقه يعني عقيده يا اخي. هذه عقيدتي. بعدين الانسان عقيدتي هذا ما اقدر، انا ما اقدر، انا احب البيت اتبارك فيه وما اقدر تغير عقيدتي على شنو تغيرها؟ انت ماجستير في الفقه يا اخي؟ انا ماجستير في الفقه والقانون. انا ما ابي التفاصيل هذه. عقيدتي حتى بدون ماجستير وبدون دكتوراه، انا عقيدتي احب اهل البيت يا اخي. من حياتي انا احب اهل البيت. كل مسلم كيف عاد ما يحب؟ هذا مو مشكلته، ما غصبته انا احب سيدنا علي بن ابي طالب مو عشان الشيعة يا اخي، انا عشان الله، عشان ادخل الجنه. انا اتبارك فيهم يا اخي، حب اهل البيت يا اخي. شنو هذا؟ قلة ادب يا اخي مع اهل البيت. يقول لك هذا اخطا وما اخطا، يقول سيدنا علي على الحق، يقول لك لا ذاك ما اخطا. بس احنا ما نبي نثير المراد. ايضا تنويه يعني والله العظيم كتاب الامام علي بدأ والله ما يستحون يا اخي. اتصالات المشاركه في الحلقه طرش حرف الرقم الظاهره على يمين الشاشه 98944 من خطوط زين 1481 من خطوط الوطنيه. خلاص عقيدتك قال شيء 5566 يا اخي. عقيدتي هذه عقيدتي، انا احب البيت، ما له علاقه بالشيعه، ما اعرف الشيعه. لا اله الا الله يا اخي.